ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ورمضان كريم، ويا رب يعود علينا كده وعليكم بالخير واليمن والبركة كده دايما يا رب العالمين. الزمالك لعب اخيرا بعد طول بقى، انا مش عارف، حسيته من هما شهر. الزمالك لعب امبارح ماتش في الكونفدرالية طبعا مع فيوتشر، النتيجة خلصت 2-1. ذهاب ربع نهائي كاس الكونفدرالية. ماتش فيه عيوب كتير جدا بس الزمالك كسب، ودي اهم حاجة بقى. دي اللي نفسي تبقى موجودة في الزمالك، انت وحش انت حلو تكسب وتكمل. فدي اهم حاجة عندي. خلينا نتكلم بقى على الماتش كده بشكل لطيف، وهنتكلم عن العيوب، وهنتكلم ان الزمالك غير التشكيلة في الماتش تقريبا 5 مرات او 4 مرات. خليني اقول لك كده ان الزمالك بدأ التشكيل العادي بتاعه 4-2-3-1، وزي ما هم قالوا ان هم خلاص هيثبتوا عواد ان هو الجون رقم 1 في نادي الزمالك. لعب ب2 سيرد باكات، حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد يمين وشمال، باك يمين وباك شمال. عمر وفتوح بيلعب ب3 في نص الملعب او 2 ارتكاز. عامة 6 و8 او 8 يعني 6 و6، وهي 6 و8 انا مش شايفها غير كده. دونجا احمد حمدي رقم 10 قدامهم. اوباما بيلعب على الوينجين، شلبي وشيكا قدامهم ناصر. خليني اقول لك بقى كده ان انا بالنسبه لي التشكيل ده ما كانش الانسب لسببين. اولا، انا عندي لغزين في الماتش، اول لغز او 3 خلينا نقول بس في 2 هما الاهم يعني. اوباما ما ينفعش ان هو انت تبدا بيه لان اوباما بطيء جدا. واوباما انا ما اعرفش هو فوق شويه فوق شويه تحت، يعني مش عارف له حاجه. بس هو راح بانفراده الراجل مضيع. فحاجه غريبه جدا انا مش فاهمها من عند اوباما، شويه فوق شويه تحت وراجل بطيء. ولعبه دايما بحس ان هو مش لعب ايجابي قوي على المرمى، وما بيعرفش يعني. المفروض ان هو بينزل رقم 10 ده عشان يعمل لك استحواذ في الملعب. انا شايف اللي كان بيعمل لك استحواذ اكتر هو احمد حمدي، مش اوباما. فدي مشكله. المشكله التانية عندي ان انت اصلا كده كده دي انا منتهيه ان انت ما عندكش فراوده، فدي عالم موازي. انت كنت تلعب يعتبر كده 10 مش 11. طيب خلينا نتكلم برضو على اللغز التالت بالنسبه لي. هو مش اللغز، هو الفكره اللي انا م... مش عارف لها برضو هي حلوه ولا وحشه ولا هي صح ولا هي غلط. فكره انك انت تبدا بشيكابالا. طالما انت عندك دلوقتي هافات موجوده، انت مش عايز تدخلهم غير سنه سنه، انا معاك. بس ما دام عندك هافات تانية كنت المفروض تريح شيكابالا او تلعب بهاف وتنزل شيكا هو اللي يلعب 10. ما تلعبوش هو اللي هاف. دي بالنسبه لي ما دام عندك هافات تانية، لان انا بلاحظ او لاحظت امبارح او معظم ماتشات الزمالك كله بيلعب على الناحيه اللي فيها شيكابالا، عشان قليل قوي ان شيكابالا لما بيرجع يدافع بيعمل ماتش كبير، مش هنكذب. وهو امبارح عامل ماتش كبير لحد قبل ما يطلع. بس كنت انت ممكن ما تطلعوش لان هو الراجل الوحيد اللي مسك لك كوره. هنتكلم عن النقطه دي دلوقتي، بس خلينا نتكلم عن النقطه اللي انا بتكلم فيها. ممكن تلعبوا 10 مكان اوباما، لان اوباما بعيد قوي عن فكره الاستحواذ. هو التحامات بس، ودي كانت هتبقى المشكله اللي عند شيكا. شيكا احنا من زمان عارفين ان هو ما بيعملش التحامات مع اي حد. فدول الثلاثه اللي انا كنت بتكلم عليهم اكتر شويه. بس اقلهم شيكابالا، لان طبعا شيكابالا كده كده برضه فارق مع النادي بكوبري سنه ده، بيفرق مع اللعيبه وبيفرق مع الفرقه اللي قدامك، وبيعرف يمسك لك كوره، ما بنقولش لا. بس انا بتكلم على نقطه فكره انك هتلعبه فين. هيقدر هو يعمل لك الاستحواذ كده كده، بس هل هو بقى هيقدر يرجع يدافع معاك وان انت عايزه يهاجم؟ فانا قررت انك تلعبه مركز 10 في ماتش زي ده. كده كده الفرقه اللي قدامك برضه الماتش الجاي هتنزل تفتح، لان طبيعي تبقى عايز تكسب. فممكن ان هو يبقى يلعب مركز 10 هيوصل لعيبه كتير. وتقدر تلعب بقى هاف تاني. عندك احمد عاطف وعندك ترافيس وعندك مهاب ياسر، تقريبا الثلاثه بيلعبوا بالشمال. برضه هينفعوك. كده كده زيزو كمان المفروض يلعب، فخلاص. نيجي بقى لسير الماتش. الزمالك بدأ زي ما قلت لك 4-2-3-1، ولعب الهجوم العادي وفاتح خطوطي وبلعب ومقرب المسافات. وعندي واحد زي احمد حمدي، اللعيب الوحيد تقريبا اللي في وسط الملعب اللي بيسلم وبيجري عشان ياخد اللمسه التانيه من اللعيب اللي قدامه. فحاجه تحفه. بس فكره انك انت بتلعب باحمد حمدي 8، لا، عندك دي مشكله. عشان كده انت جبت لعيبه كتيره جدا في مركز 8 و10. انا من رايي ان احمد حمدي هو اللي يلعب 8 او 10، بس بقى معاه 2 6 زي اللي حصل في الاخر. خلينا نبدا بقى ان الزمالك بدا 4-2-3-1 عادي جدا. بدا الماتش رايح جاي، ودايما ده عيب بقى الزمالك، انك انت بتروح وبتلعب كوره كتيره جدا وبتحاول وبتضغط وبتعمل كل حاجه، وبتلاقي نفسك في الاخر بيخش في الجول. كوره ساذجه جدا 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 من خط دفاع الزمالك. لعيب عندك بيقع، فدان لعيب واقع، يجي هو جاري شايفه. المفروض الطبيعي انك انت بترجع، فشايف في لعيب واقع فتروح عامل دش فيه كده، فتروح انت واقع. سبحان الله بقى، دبشه وقعت في ميه.
ده اللي انا شايفه بقى امبارح، ان الراجل خبط وقع، الراجل جاي من ورا، ما تقوم انجز واجري خلي عندك جميع. لا لسه هقوم بقى، الونش لسه هيجي يشيل ويحط ونبدا نجري بقى. طبعا واحد وقع والتاني الباك الشمال طبعا بتاعك واقع قدام، انا شايفها انها فاول، يعني انا شايفها انها خبطه في الدماغ، فالمفروض طبيعي فاول. المهم انها ما اتحسبتش ان كان، فانت عندك الباك الشمال واقع وعندك الراو السيرت باك الاولاني واقع، فمبقاش عندك غير 2 ورا، والاثنين اللي جايين بيجروا من وراهم عشان يلحقوا، اللي هما دونجا والراجل التاني اللي هو احمد حمدي. فتيجي تشوف هنا ان عندك الاربعه اللي قدام كده كده ما رجعوش، سواء شيكا سواء زيزو سواء سوري سواء شيكا سواء شلبي سواء ناصر سواء اوباما، دول ما رجعوش في الكوره دي. تيجي بعد كده تلاقي ان كل بقى اللي بيرجع هو احمد حمدي ودونجا ومعاه الاثنين التانيين، فطبيعي اللي عايز يلحق يغطي حمزه المسلوسي. فالراجل اسمه ايه ياسر عندك عدى، اللي هو اللعيب بتاعك اللي هو انت اصلا عامله مديلهم مهاره يعني بشكل عام، بيعدي بيخطف من وراه، بيجي من بعد ما هو بيخطف من وراه الراجل بيسلمها له. طبعا المشكله التانيه ان انت عندك الاجوان بتاعتك كلها مش شايفه حرفيا، الجونين اللي عندك مش شايفين حرفيا، الراجل ولا قافل الزاويه ده ولا قافل الزاويه حتى البعيده ولا واقف صح ولا عامل اي حاجه. الكوره بتتحط عادي جدا، دخل الجون. بتخش هنا بقى في مشاكل في فكره ايه، تمركز لعيبه الزمالك مش صح. كور كتير جدا يا جدعان في الماتش امبارح، وبالذات الكور الركنيه او الضربات الحره اللي على الزمالك. الزمالك عنده مشكله جدا، لازم في وقفه لعيبه الباكات او وقفه عامه بتاعه الضربات الحره او الركنيات. الزمالك عنده مشكله، لو عنده فرقه بتخطف بدماغها كويس هنعاني جامد قوي. فتبدا ان انت تحاول تقف على رجلك، فتبدا تغير الخطه تاني في الشوط بقى التاني. انت خلاص جبت جون، زيزو نزل، انت غيرت المركز مكان مركز وزيزو نزل، بدات تلعب بوينج عادي جدا وبتلعب من على الاطراف وبتعرض، مفيش مشكله. جت كره ركنيه معاك كده الحمد لله، طبعا زيزو اسيست، يطلع المسلوسي احسن 2 موجودين عندك في الفرقه حاليا، بيحط بدماغه جون. ترجع تلعب بقى يعني بيخلص الشوط الاول على كده، تبدا الشوط الثاني بقى معاك انك انت بتلعب بتغير تغييرين انا مش فاهمهم، هم فكره ان انت بتلعب بفرودين، فبتشيل نصر وبتشيل شيكابالا وبتحط لي، فانت شلت، ما عنديش مشكله انك انت شلت ناصر ما كانش يعتبر موجود، بس شلت شيكابالا زي ما قلت لك ان هو كان ممكن تلعبه هو لمركز 10 وتنزل حد تاني يبقى فرود بدل ما تنزل الاثنين، فانت نزلت فرودين. فانا شفتها ان الخطه اتقلبت في الوقت ده 4-4-2 في الاول، ان انت بتلعب بفرود وفرود وهمي تحتيه، وبقى عندك 4-4 وبتبدا تطلع الكوره. بعد ما طلعت انت شيكابالا بدات عندك مشكله في فكره انك انت مبقاش في حد عندك بيقف على الكوره خالص، الجزء اللي قدام ده ما فيهوش حد بيقف على الكوره خالص، حتى زيزو مش قادر يقف على الكوره، زيزو لسه برضه جاي لك من اصابه. فطبيعي بقيت بتطلع بحوالي 5 قدام ضاغطين و5 واقفين ورا، فبدات تروح عليك هجمات مرتده كبيره، منهم الكوره بتاعت احمد عاطف اللي كانت ضربت في العارضه، الحمد لله اول مره يعني العورة تعمل معانا احنا واجب فتروح. نسيت اقول لك برضو حاجه، انت ضيعت كتير قوي، يعني انت ضيعت كتير قوي، انت في احصائيه جت كده في الماتش 12-5 تارجت على الجول، فانت في منهم كوره، انا ممكن اقول لك كوره اوباما اللي في الشوط الاول، الكوره الثانيه بتاعت زيزو الانفراد اللي اداله شيكابالا، الكوره الثالثه بتاعت احمد حمدي اللي كانت قدام الجون بتاعت ناصر، عندك كتير قوي. فالفينش يا جماعه، الزمالك لعيبته بتروح لحد الثلث الاخير بتهنج حرفيا، هي مش قادره تستوعب ان هي وصلت خلاص هنا، ان انا بقى المفروض احط جون. مصطفى شلبي عنده مشكله لازم يطورها، هي فكره ان انا بجري يا اما بقطم، خلاص مصر كلها عرفت يا هقطم وارفع ما بيشوطش، يا هقطم وارفع يا هجري على الناحيه الثانيه وهرفع. النهارده رفع ما كانش احسن حاجه، فانت خرجته. خلينا بقى نخش في الماتش بشكل عام، فانت خرجت الراجل نزلت مكانه سامسون، لعب كوره حلوه مش هقول لا، الراجل عنده كوره بس لسه قدامه كتير، فيقدر ان هو يلعب وهو مدي ظهره للجون عكس الجزيري. فانت لعبت الجزيري كده ولعبت الراجل ده، وبقيت بعد كده بتطرفه هو يلعب كايه، كهاف. ده امتى؟ لما انت بدات تظبط بقى بعد الكوره دي انك انت نزلت شحاته يملى خط النص معاك، فبقت بتنزل بشحاته ودونجا ستتين واقفين، ومنهم ان شحاته بيقدر يطلع الكوره صح جدا وبيقدر يزيد كتمانية، وقدامهم سبت كده حتى احمد حمدي يبدا ياخد راحته، فان هو ما يقدرش ايه يرجع. احمد حمدي عنده مشكله واحده يا جماعه وهي البدني باينه جدا، احمد حمدي من الدقيقه حوالي 70 او 65 وقع منك بدنيا، مش قادر يجري كتير، بس انت كويس ان انت سمحت له بقى بان انت اديته اريحيه ان هو ياخد نفسه ان هو يفضل مركز 10، فلما يجي يرجع ما يردش ايه بسرعه زي الاثنين 6 اللي هيبقوا واقفين. فانت بدات تلعب على الهجمه دي، رحت حاولت تهدف كوره عاديه جدا، انت هنا اتحولت الطريقه بقى دلوقتي كده 4-3-3، ترجع بعد كده كوره عاديه جدا من ورا المسلوسي، طبعا بيودي واحده الجزيري، هي دي كورته اللي بيعرف يعملها، انه بيضحك على الفرود او سوري على الباك اللي معاه، انه بياخده في ظهره، كوره خبطه في الرجل شده من الظهر، خلصت بيلين، هي بيلين.
كرة اتحسبت بيرن، يخش زيزو، خلاص خلص الماتش 2-1. الزمالك بيبدأ يقفل، الزمالك بيبدأ يلعب على فكرة ان انا هلعب على الكونتر اتاك، بلعب على كده، ما جاتلكش حاجة، خلص الماتش، الزمالك كسب 2-1. ماتش مش احسن حاجة، قرايه للماتش مش احسن حاجه، لعيبه مش في مستواها، انا ما اعرفش الراحه اللي هم خدوها. انا دايما بقول كده، الزمالك لما بياخد راحه بتاعه المنتخب وبيرجع، بحس ان الزمالك مختلف، اللعيبه مش شايفه قدامها. انت ما عملتش معسكر في الفتره دي، ما قفلتش على لعيبتك، ما بداتش تلعبهم، انا ما شفتش اي تكتيك في الماتش بشكل عام الزمالك بيلعبه غير هي اجتهادات فرديه. اتمنى اللي جاي يبقى احسن، ان احنا يعني ان شاء الله ان شاء الله نعدي فتره ماتش فيوتشر اللي جاي، هتلعب مع استاد مالي ممكن، وده المتوقع. بعد كده ممكن تلعب بقى يا اما مع اتحاد العاصمه مع نادي بركان الناحيه التانيه، فالموضوع برضو مش هيبقى احسن حاجه، النهائي هيبقى صعب جدا ان شاء الله. بس نوصل للاول، انا عايز اخدها خطوه خطوه، بس لازم نقيس بقى كل ده. زيزو رقم 1 في الفرقه، شيكا برضو لازم تديله، وتعرف تديله امتى، لان هو هيفرق معاك جدا في فتره هعرف اديله امتى. دي اللي كان بيعملها فيريرا مع شيكا وكان مبدع معاه جدا. لازم تدخل الناس التانية، عندك زياد كمال لازم تدخله، هيفرق برضو معاك جدا في المطوشه بتاعت افريقيا تحديدا، لان طبيعي انت في الدوري عندك كل اللعيبه متاحه، ولازم تدخل الثلاثه الهافات الشمال اللي معاك، لازم يبداوا يلعبوا، لان انت هتحتاجهم في اوقات كتيره، لان زيزو برضو هيهلك وهيستهلك في اوقات. فانت مثلا عندك مطوشه ممكن تلاقي نفسك كسبان بسكور، اقدر ابدا انزل الناس دي تاخد خبرتها وتبدا تلعب كوره، برضو كده كده هتحتاجهم في مطوشه تانية. فكده كده عندك الدوري لسه لحد شهر 8، وعندك بعد كده كمان افريقيا، وهتخش في الكاس الجديد، وممكن تلعب بعد كده سوبر افريقيا لو ربنا كرمك، وممكن بعد كده تخش افريقيا السنه الجايه لو ربنا برضو كرم. فاللعبكه اللي احنا فيها دي لازم ليها بقى حل. شكرا، واشوف وشكوا على خير، ويلا سلام.